بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، اللهم آمين يا رب العالمين. جالي يعني حلم من بنت كده، قالت لي يا ريتك تفسري لي الحلم دوت، ووعدتها يعني ان انا هنزل لها التفسير ان شاء الله في فيديو، واتأخرت عليها معلش. الحلم اللي هي شافته بتقول ان جدتها موجودة، وجدتها في كويسة جدا وصحتها كويسة جدا، وهي عقلها برضو كويس جدا يعني. فشافت بقى جدتها دي في المنام ان هي بتاكل قشر بصل. فالبنوته دي قالت لها انت ايه اللي بتعمليه دوت، وبتطلع قشر البصل ده من بقها وبترميه، وان هي جدتها دي عقلها زي ما يكون خف شويه. فيا ريتك تدليني، بعتت لي بقى الحلم ده وقالت لي يا ريتك تقولي لي ايه ما تفسير الحلم ده. تفسير الحلم دوت يا حبيبتي، انا يعني يؤسفني ان انا اقول لك كده يعني، بس هو انت لازم افسر لك الحلم. طبعا معروف ان قشر البصل قلت مش مستحب، اي حاجه بتبقى خلاص هتترمي في صندوق القمامه اعزكم الله، دي بتبقى مش كويسه، لان دي بتبقى مخلفات ومكانها الزباله. معنى ان هي بتاكلها يبقى دوت جدتك او ايا كان بقى، ايا كان اي انسان بياكل قشر البصل ده مش كويس، لان زي ما قلت لكم ده مكانه في صندوق القمامه. يبقى هي اللي بياكل قشر البصل دوت في المنام تفسيره ان هو الانسان دوت لسانه يعني زي ما بيقولوا متبري منه شويه، يعني بيجيب في سيره الناس، بينم على الناس، لسانه بذيء بكلام مش كويس. يعني في ناس كده طول ما هي قاعده تحب تجيب في سيره ده وسيره ده، يعني ان هي لسانها مش كويس، بينطق دايما ويتلفظ بكلام مش كويس. ومعنى ان انت بتشيلي من بقها قشر البصل وبترميه، ان انت ما انتش راضيه يعني هي عن الكلام اللي هي بتقوله، يعني مش عاجبك طريقه تصرفاتها. وده تفسير الحلم بطريقه بسيطه جدا جدا. يا رب تكوني استفدتي اكون يعني عرفت افيدك، واشوفك في حلقه جايه باذن الله انت والمتابعين الغاليين اللي عندي. في حفظ الله وامان، مع الف سلامه.